الحلقة دي مختلفة مش عشان معلوماتها وبس، لكن عشان يمكن أول مرة تبص على كائن بسيط وتشوف جواه حكاية شبهك. التغيير مش ضعف، التغيير هو الحياة نفسها. في كائن اتخلق عشان يعيش الحقيقة دي كل يوم، كائن ناس كتير بتقرف منه أو بتخاف منه بس عمرها ما حاولت تفهمه. حكايتنا النهاردة عن كائن صغير بس حكايته كبيرة. تعال لما نبدأ الحكاية. الضفادع في أول حياتها ما كانتش ضفادع أصلا، كانت شرغوف صغير عايش في المية، ضعيف جدا. أي كائن حواليه ممكن ينهي حياته بسهولة، ومع ذلك بيكمل يستحمل ويستنى لحظة التغيير لحد ما جسمه يبدأ يتحول، يطلع له رجلين ورئته تشتغل ويطلع لعالم جديد. بس حتى بعد ما وصل هو مش في أمان، ورغم ضعفه هو مش لوحده. العلماء اكتشفوا إن في 7000 نوع من الضفادع حوالين العالم، منتشرين في كل مكان، في الغابات وأطراف الترع وفي الصحاري وحتى في الأماكن الباردة. يعني الكائن اللي احنا شايفينه صغير هو في الحقيقة جزء من عالم كبير مليان حكايات. في ضفادع صغيرة جدا ممكن ما تشوفهاش أصلا، وفي أنواع ألوانها زاهية بشكل جميل، أخضر وأصفر وأزرق. بس الجمال ده مش للزينة، ده للتحذير. اوعى تقرب مني، أنا سام. تخيل تبقى مجبر تبان قوي عشان محدش يأذيك، وانت من جواك كل اللي انت عايزه الأمان. جسم الضفدع مش زي أي كائن، جلده رقيق جدا يتنفس منه ويمتص المية منه كأنه إسفنج. يعني ممكن يعيش وهو ساكت من غير ما حد يحس بيه. لسانه أسرع من الرمش، يخطف فريسته ويرجع في لحظة. بس استنى، اللي جاي أغرب. في ضفادع بتجمد نفسها بالكامل، قلبها بيقف وجسمها يتحول شبه التلج، وتفضل كده شهور وبعدين ترجع للحياة. وفي نوع لما بيبلع الأكل عينه نفسها بتنزل تساعده. وفي أم بتشيل ولادها جواها لحد ما يكبروا ويخرجوا من بقها. وفي أنواع سمها ممكن يقتل إنسان، بس هي في الأصل مش بتهاجم. ورغم كل ده الضفدع مش مؤذي ولا بيدور على مشاكل، ده كائن كل اللي عايزه يعيش. حتى صوته لناس كتير بتتضايق منه ده مش إزعاج، ده نداء حب ونداء حياة. كل ذكر بينادي، يمكن حد يسمعه، يمكن يلاقي شريك حياة يكمل معاه. في أماكن كتير في العالم الضفادع بتتاكل، خصوصا رجليها. بس في نفس الوقت في أنواع سامة جدا ولمسة واحدة ممكن تأذيك. الضفادع من أهم الكائنات في الطبيعة، بتاكل حشرات كتير زي البعوض اللي ممكن ينقل أمراض للإنسان. يعني وجوده بيحمينا من غير ما نحس. وكمان هو نفسه بيتاكل من طيور وأسماك، يعني هو حلقة في توازن كبير. لو اختفى الدنيا تتلخبط. والأهم إن الضفدع حساس جدا لأي تلوث، يعني لو اختفى من مكان ده إنذار إن البيئة نفسها في خطر. كأنه كائن صغير بس بيحذرنا. وفي النهاية يمكن إحنا مش ضفادع، بس كل واحد فينا كان في يوم ضعيف وخاف واتغير وحاول يفهم الدنيا بطريقته. والضفدع مش مختلف عننا قوي، كائن صغير كل اللي عايزه يعيش في أمان من غير ما يتأذى ومن غير ما حد يحكم عليه من شكله. يمكن المرة الجاية لما تسمع صوته في الليل بدل ما تتضايق ابتسم وقول في روح صغيرة هناك بتحاول تعيش زيي. يمكن الرحمة اللي بنحسها دلوقتي ترجع لنا يوم نكون احنا محتاجينها.